السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائي مشاهدين ومتابعين زواج أونلاين. تمنيات لحضراتكم بدوام الصحة والحال. وبنقدم لحضراتكم عرض جديد من عروضنا للزواج الشرعي، فعلى كل الجادين الراغبين في طلب الزواج على كتاب الله وسنة رسوله التواصل معنا، وربنا يجعلنا سبب بإذن الله ونقدر نوفق راسين في الحلال ونكون عند حسن ظن الجميع. وبحب اقول للمشتركين الجدد اللي معانا على القناه ان طرق التواصل معانا هي هنا على اليوتيوب او على الايميل الخاص بالقناه. هتلاقي الرابط بتاع الايميل موجود في الوصف بتاع القناه. وفي الحالتين اذا كنت بتتواصل معايا هنا على اليوتيوب او على الايميل الخاص بالقناه يتم الرد على حضرتك او على استفسارك في اسرع وقت ممكن باذن الله. ولو انت بتشوفني لاول مره وبتدور على زوجه مناسبه، او حضرتك بتشوفيني لاول مره وبتدور على زوج مناسب، يبقى اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس علشان يصلكم كل جديد من عروضنا اللي احنا بنعرضها باستمرار، علشان تقدروا تختاروا شريك العمر المناسب ليكم. وباكد لحضراتكم ان احنا بنقدم هذه الخدمه مجانا لوجه الله فقط وبدون اي مقابل. ويا ريت لو حضرتك بتتواصل معايا برسالة على القناة فيها استفسار أو حضرتك بتبعت بياناتك، لو يا ريت لو أنت بتبعت بياناتك وبتكتب رقم موبايل ليك، بأكد لحضراتكم إن أنت لازم تكتب رقم موبايلك بطريقة الحروف بلاش طريقة الأرقام، لأن لو كتبت رقم موبايلك بطريقة الأرقام الرسالة كلها بتتمسح وبياناتك ما بتوصليش، وفي نفس الوقت أنا ما بشوفش الرسالة. وبأكد لحضراتكم إن ده مش مننا، ده بيكون من اليوتيوب ذات نفسه، لأن هو مانع كتابة أرقام موبايلات على اليوتيوب ذات نفسه، لأنه بيعتبرها دعاية لشركات الموبايل، علشان الناس اللي بتقول إحنا تواصلنا معاك وأنت ما ردتش علينا. فأنا بأكد لحضراتكم لو أنت بتكتب بياناتك في رسالة وبتكتب رقم موبايلك بطريقة الأرقام زي ما أنا بقول لحضراتكم، الرسالة ما بتظهرش، وده بيكون زي ما أنا قلت لحضراتكم غصب عننا مش بمزاجنا. بس لو أنت كتبت رقم موبايلك بطريقة الحروف الرسالة بتظهر وأنا بشوفها وبقدر أتواصل مع حضرتك أو أرد على استفسارك. لان زي ما انا قلت لحضراتكم قبل كده وباكد لكم دايما ان هدفنا ان احنا نقدر نساعد الناس كلها لوجه الله، فيا رب نكون عند حسن ظن الجميع. وعلشان ما اطولش على حضراتكم نبدا عرض النهارده ونخش في التفاصيل. معانا عرض اليوم عرض زواج لمدام على قدر كبير من الجمال والاحترام، ملتزمه ومصليه من عائله محترمه جدا، ناس ملتزمين وعارفين ربنا، اهم شيء بالنسبه لهم الاحترام والادب، وفي نفس الوقت يشوفوا بنتهم مع شخص محترم يتقي ربنا فيها ويصونها ويحافظ عليها ويكون سند ليها. كود العروسه هو 393 لمدام مطلقه، مؤهل متوسط، تعمل ولها دخل ثابت، لديها أولاد يقيموا معها في منزل الأهل منذ طلاقها أو انفصالها عن زوجها السابق، ووالدهم متكفل بجميع مصاريفهم ونفقاتهم الشخصية، وأيضا والدتهم بقى متكفلة بمصاريفهم. يعني بإذن الله الزوج اللي هيكون مناسب ليها مش هيكون مش هيدفع لأولادها أي شيء، لأن زي ما احنا قلنا والدهم متكفل بمصاريفهم وفي نفس الوقت والدتهم متكفلة بمصاريفهم، فربنا يقدم لها كل الخير ويرزقها بالشخص المناسب ليها. مكان إقامتها مصرية، تقيم في محافظة المنيا، السن 36 سنة، وعلى فكرة شكلها أصغر من سنها بكتير. وفي ملحوظة هامة جدا، هي لا تقبل التعدد نهائيا لظروف خاصة بها، يعني يا ريت اللي تواصل معايا من حضراتكم بخصوص العرض ده ما يكونش بيدور على زوجة تانية عشان أقدر أساعده. وقبل ما نقول مواصفات الزوج اللي بترغب بالارتباط بيه، بحب افكر حضراتكم ان انتوا تشاهدوا العرض جيدا من البدايه للنهايه عشان تكون عارف جميع التفاصيل الخاصه بالعرض، علشان العرض لو مناسب لحضرتك وانت فيك المواصفات المطلوبه تتواصل معايا برساله فيها بياناتك الشخصيه لعرضها عليها، وربنا يقدم الخير للجميع باذن الله. وايضا ما تنسوش ان انتوا تدعمونا بلايك وشير للفيديو تشجيعا ودعما منكم لنا، علشان نقدر نستمر في نشر المزيد والمزيد من عروضنا ونقدر نساعد الناس كلها. نرجع تاني ونكمل باقي تفاصيل العرض ونقول مواصفات الزوج. يكون رجل محترم وعلى خلق، متدين وملتزم، يكون لديه دخل ثابت أو عمل ثابت أو مصلي عفوا أو موظف، وزي ما قلت لحضراتكم إن هو يكون أرمل أو مطلق لأنها لا تقبل التعدد لظروف خاصة بها، ويكون في نفس الوقت عنده شقة للإقامة فيها معه بعد الزواج، لأن زي ما احنا قلنا هي بتكون في منزل الأهل منذ طلاقها أو انفصالها. طريقة التواصل معاها هي شخصيا، فهي عضوة معانا على القناة وبتتابع جميع التعليقات، وبإذن الله تتواصل مع الشخص المناسب لها من خلال تعليقات حضراتكم. زي ما أنا قلت لحضراتكم في بداية الفيديو، اللي حابب يتواصل بخصوص العرض إن هو يسيب بياناته ورقم موبايل ليه، وهي إن شاء الله هتتواصل مع الشخص المناسب وربنا يقدم لها الخير ويرزق ويقدم للجميع الخير إن شاء الله. وبكده العرض ده بيكون خلص، لكن عروضنا لسه ما خلصتش، فتابعونا باستمرار، ومع زواج اونلاين هتلاقي الاحسن والافضل ليكم معانا ان شاء الله. وفي النهاية تحياتي لحضراتكم ودمتم في صحة وفي امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.